باخرة اتحرقت وغرقت من أكتر من 150 سنة. بس الغريب إن الباخرة لحد النهاردة بتظهر للناس وهي بتتحرق، وخصوصا في أيام الشتاء والبرد الشديد، كأن الحادثة بتتعاد من أول وجديد. حكايتنا النهاردة عن كارثة من أكبر الكوارث الملاحية في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عن احتراق وغرق باخرة مشهورة في ظروف غامضة لدرجة إنها اتسمت باسم سفينة الأشباح، وناس كتير بيأكدوا إنهم لسه بيشوفوها لحد دلوقتي، وكانت حديث العالم وقتها، واتكتب عنها روايات وقصص، ومن أشهر الكتب للمؤلف روفوس وورد بعنوان The Tom Big B Steamboats، أو بمعنى القوارب البخارية لنهر توم بيج بي. تعالوا مع بعض نعرف إيه قصة الباخرة. بس لو دي أول مرة بتشوفنا، ياريت تنزل بسرعة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك حكايتنا الجديدة أول بأول. قصتنا النهاردة عن الباخرة المشهورة إليزابيث، واللي حادثتها رعبت العالم وأخذت حيز كبير جدا من التغطية الإعلامية عالميا وقتها، واللي راح ضحيتها ما يقارب من 33 شخص. أسست الباخرة إليزابيث سنة 1852، وكانت عبارة عن قارب بخاري خشبي بعجلة جانبية، ووزنه كان حوالي 316 طن، وتصنف وقتها على إنه من أفخم القوارب النهرية، وكان بياخد المجرى أو الطريق الملاحي ما بين كولومبوس في المسيسيبي وموبايل في ألاباما في أمريكا. وبحسب مقال نشرته جريدة نيويورك تايمز في 4 مارس سنة 1858، بدأت الباخرة رحلتها الأخيرة في أواخر أيام فبراير سنة 1858 بقيادة القبطان جراهام ستون ودانيال إيبس، وكان على متنها 105 شخص، 60 منهم ركاب و45 من طاقم الباخرة، وحمولة من بالات القطن واللي كانوا أكتر من 1200 بالة. وفي ليلة 1 مارس واللي كانت ليلة شديدة البرودة والهواء كان جامد فيها قوي، كانت الباخرة على بعد حوالي 32 ميل من النهر ديموبوليس بالقرب من بيكلي لاندين، وبالتحديد الساعة 2 بالليل حصل حريق مفاجئ، وكان مصدره بالات القطن الموجودة على السطح الخلفي للباخرة. وفي لمح البصر انتشر الحريق في كل مكان بسبب الهواء الجامد، وبقى خارج عن السيطرة لدرجة انه منع كل الركاب انهم يوصلوا لقوارب النجاة، وما كانش فيه حل تاني للركاب غير انهم ينطوا في المية الساقعة، وكان مصيرهم ما بين الحريق وما بين المياه المتجمدة. حاول القبطان جراهام ستون يوجه الباخرة لأقرب شاطئ، بس للأسف الظلام كان حالك والرؤية كانت شبه منعدمة، ومن قوة الحريق لفت انتباه السكان المحليين هناك، وبدأوا يركبوا قواربهم وينقذوا ما يمكن إنقاذه. وفي الآخر الباخرة استقرت على بعد 32 ميل من نهر ديموبوليس فوق جسر نهري في مجرى ألاباما الحديث 114، وده المكان اللي غرقت فيه، وحطامها لسه موجود هناك إلى يومنا هذا على عمق 8 متر ونص. وبحسب كلام أحد الناجين من الحادثة واللي كان بيدعى تشارلز ماكاي، مع طلوع فجر ليلة الحادثة اللي نجوا اكتشفوا إن في أكتر من 28 شخص في عداد المفقودين، واللي لقوا حتفهم عن طريق الحرق أو الغرق. غرقت باخرة إليزابيث وغرق لغزها معاها، ومع بقاء حطامها في أعماق نهر توم بيج بي ظهرت أقاويل كتير، ومنهم اعتراف أحد الأشخاص بعد 30 سنة من الحادثة وهو على فراش الموت إنه كان السبب في إشعال النار، هو وواحد صاحبه، بس ما كانش فيه أي أدلة على الكلام ده. وأقاويل تانية بتقول إنه كان في ناس بتلعب قمار على متن الباخرة، وإنهم كانوا السبب في الحريق كانتقام من القبطان اللي قبض عليهم وهم بيمارسوا أنشطة غير قانونية. بس أكتر أسطورة مرعبة بتقول إن الناس لسه بتشوف الباخرة وألسنة اللهب بتاكل فيها مكان الحادثة في الليالي الضلمة. لا، وكمان بيسمعوا صوت صريخ لناس بتتوسل إنهم ينقذوهم، وصوت الموسيقى اللي كانت بتتعزف قبل ما الباخرة تغرق في المكان. ودي كانت حكايتنا النهاردة. تفتكروا إنها مجرد حادثة زي أي حادثة غيرها، ولا ممكن تكون بفعل فاعل؟ وإيه تفسير ظهور نار وحريق في نفس مكان الحطام بتاع الباخرة لحد النهاردة؟ ياريت تكتبوا لنا ردودكم في الكومنتس، ولو عجبتكم حكايتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم، واستنونا في حكاية جديدة من حكاية نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.